النادي الاهلي. وليد دخل للقلب والكره العرضيه، وادي المحاوله وادي التسديده وجول، تسديده وجول. ابو العلا في اللقطه رقم 34 بيستغل الاندفاع الهجومي لفريق انبي وبيحط تسديده صاروخيه لا تصد ولا ترد، ويتقدم انبي عن النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء. انزعاج مستر مانويل جوزيه اتى بالدليل والبرهان بعد تسديده قويه جدا جدا، تسديده من على بعد 15 متر بالقدم اليسرى لابو العلا، لا تصد ولا ترد، محدش يقدر يعمل لها اي حاجه. يتقدم انبي العملاق البترولي على النادي الاهلي، وتقدم انبي بهدف مقابل ادي اسلام، وفتحي بيدخلها في مكان خطير، وده احمد فتحي بيلعب عرضيه حلوه وجول جول 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 جول. دومينيك دي سيلفا في اول لقطه، اول مره تحب يا قلبي. دومينيك دي سيلفا في اول لقطه في الدقيقه 49 يعود بالمارد الاحمر من اول جمله واول لقطه واول هجمه منطقيه للمارد الاحمر في هذا اللقاء. دومينيك دي سيلفا يجيد ويعبر عن نفسه ويكافئ مستر مانويل جوزيه، ويعود بالنادي الاهلي وتصبح النتيجه التعادل الايجابي 1-1. بص شوف احمد فتحي بيعمل ايه، وبص دومينيك بينطير وبينطلق وبيحط الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 49 علشان يعدل النتيجه ويمسح. وادي مره ثانيه المتابعه، دومينيك يقدر وبيركن واحده وجول جول جول جول. متعب اوعى يجيلك متعب، اوعى يجيلك متعب. عماد متعب جان على الكره المصريه، يعود من بعيد عماد متعب هداف من الهدافين الكبار، بيضع هدف من الماظ ويتقدم بالنادي الاهلي 2-1. كرة من دومينيك دي سيلفا على رأس عماد متعب اللي انتظر طوال 70 دقيقة مختفي في احداث اللقاء، ولكن مع اللقطة الاولى والتحرك الاول والهداف هداف بيظهر عماد متعب.